لما تيجي اختي لاشكالها من جوزه اللي بيعملوا فيا وعمايل وحشه وعمايل السودة. هو راجل بيعمل حاجه عدله معايا، ده هي تاخده مطرح ما قاعد ومطرح ما راح. اما اشوف اللي بدي افتح لها الباب عشان تخش واحكي لها. يا اختي ازيك عامله ايه؟ اتفضلي يا اختي، نورتيني والله. وش يا اختي اتفضلي. ربنا يخليكي يا اختي ويزيد فضلك. انت عامله ايه يا اختي؟ والله وحشاني قوي. اخبارك ايه وازاي حالك؟ عامله ايه وجوزك المنيل عامل ايه معاكي؟ قوليلي طمنينا عليك، ده انا مشغوله عليكي قوي. والله يا اختي يا حبيبتي مش عارفه اقولك ايه، جاتوني لا مطرح ما قاعد راجل غم راجل هم، عرفني في حياتي وفي عيشتي. على طول يا اختي بيتخانق معايا وبيضربني وبيزعلني، يقول لي روحي عندي بيت اهلك، ده يقرفك. كل شويه يغلط فيا يا اختي ويضربني يتخانق معايا. لا يا اختي يا حبيبتي، ده عايز يطبق من اول وجديد بقى. المعفن ده يزعل القمر، دلوعتنا حبيبتنا وبنحبها وكل حاجة عندنا غالية، غالية علينا. انت غالية علينا اوي يا حبيبتي. بيزعلك المعفن ده؟ لا ده انا لازم اوريه واربيه بقى. هو عايز حد يقف في وشه عشان يعرف مقامه بقى ويبطل يغلط فيك. هو فاكرك ملكيش اهل يعني وانا ملكيش اهل؟ لا انا لازم اقفله واشوف له حل معاه واشوف ايه موضوع معاكي يا اختي. ويزعلك ليه يا اختي؟ هو انت وحشه ولا وحشه يعني؟ ده انت طول عمرك صابره وراضيه وعايشه معاه اقل من حقك. ده انت كنت بتدلع علينا وتجيب اغلى الغالي يا حبيبتي. ده اللي ذاك وغطى يا اختي يا حبيبتي، بيعيطني باهلي بيعيرني بكم يا اختي. قولوا انت ناس غم، انت ناس فقر. هو انت فاكره نفسك غنية أوي؟ ده انتوا ناس فقار فقار أوي، وأنا فوق وانتوا تحت خالص. وانتوا فاكرة نفسكم إن انتوا غنية أوي؟ لأ، اصحى فوق يا حبيبة النفس. ولو كنت عارفة أنا أعرفك نفسي، ولا انت فاكرة نفسك ايه؟ فوق كده واصحي وصحصحي لنفسك كده وعرفي نفسك انت بتكلمي مين. وعمال يغلط فيا يا أختي يا حبيبتي ويهزق فيا ويشتم فيا خلي عيشتي نكد يا أختي. كل ده يا اختي مخبيه عليا يا اختي، ما بتحكيليش حاجه. ده انت يا اختي طلعتي تعبانه اوي مع جوزك، مش مرتاحه خالص. طب اختك حبيبتي ما تحكيلهاش همومك وتحكيلهاش تعبك. ده احنا مهما كان ملناش غير بعضينا. مش هتحكي لي انا يا اختي يا حبيبتي، هتحكي لمين؟ لا ده احنا لسه نشوف حل معاه ونشوف ايه موضوعه بقى. وشكله شايف له شوفه ولا شوفه يعني؟ ولو هو فاكرك يعني ان انت مكانش حد راضي ياخدك. ده انت يا بنتي كان عايز ياخدك ابن خالتك ويهنينك ويسددك، بس انت اللي بنت عبيطة مكنتش عارفة مصلحتك. وانا كنت اعرف يا اختي يا حبيبتي اللي هو يبهدلني كده ويعملني معاملة وحشة كده يا اختي؟ ولا كنت عارفة اللي هو يهزقني ويغلط فيا ويهزق فيا ويشتم فيا ويمد ايده عليا ويضربني يا اختي؟ انا ما كنتش اعرف كل ده يا اختي، انا كنت فاكراه طيب وغلبان قوي. وانت شفتيه يا اختي يا حبيبتي زي ما انا شفته، ما كنتش اعرفه على حقيقته. بس بعد ما اتجوزنا انا عرفت على حقيقته، طلع راجل وحش قوي يا اختي ومعاملته وحشه خالص. انا ياما حذرتك منه يا اختي وقلتلك ده مش هينفعك ما تاخدهوش، ده شكله لئيم وهيتعبك يا اختي مش هترتاحي معاه. خدي ابن خالتك، ده ابن خالتك كويس، ده ابن خالتك حنين عليكي، بس انت مبتسمعيش الكلام. كل ده يا اختي يا حبيبتي بيستحملاه وساكته واخده في قلبك يا اختي، مش عايزه تحكي كل ده. لا يا اختي انا لازم نشوف حل معاه المعفن ده، ولازم يتربى من اول وجديد يعرف قيمتك. وبيزعله بيعمل فيك كل ده؟ لا ما ينفعش الكلام ده. هتعملي ايه يا اختي معاه؟ ده وحش قوي يا اختي، حتى في الرد وحش قوي وبيغلط، ما بيغلطش، بيغلط في كل الناس يا اختي. معاملته وحشه خالص يا اختي وبيعاملنا وحش يا اختي، مش عارفه حكايته ايه يا اختي معايا. لازم تشوفوا له حل يا اختي معاه، بيعاملنا معامله وحشه قوي يا اختي ومعامله زي الزفت. هل ينفع يا اختي يعاملنا بالطريقه دي؟ هو راح فين المعفن ده يا اختي؟ مش شايفاه في الشقه يعني؟ هو جوه؟ اخش له اوريه انا، اوريه مقامه ومقام اللي جايبينه. والدته يا حبيبتي ما اتكلمتش معاه خالص ولا قالت له كده غلط وعيب اللي بتعمله بنت الناس؟ ده مهما كان بنت الناس يعني
ولا ما قالتلوش، ولا على مرامها ولا على غراتها الكلام ده، ولا عاجبها المرمطة والغلط اللي بيغلطوا ابنها فيكي. لا، لازم نشوف حل معايا يا اختي، ما نسكتش على الموضوع ده. هو مش موجود المنتن يا اختي، نازل غرفة 60 داهية، بيقعد على القهوة اللي ماسكها ليل ونهار يا اختي، حتى شغلنا ما بيدور عليها. كل يوم يضربني يا اختي، يقولي ما معكيش فلوس تديها عشان انزل اقعد على القهوة مع اصحابي، وهو قاعد من غير شغل. انا مشغولة يا اختي وعايزني اصرف عليه. اصرف عليه منين يا اختي وانا ما بشتغلش؟ انا قاعدة في البيت وذات وغطى يا اختي الواد الصغير، كل ما عاوز اجيب له بامبس او عاوز اجيب له اي حاجة حلوة يقول لي ما معيش غير 60 دقيقة، بعيد عني، ده هيعرفك انت وابنك، هتعرفيني ليه في عيشتي انت وابنك. وعمال يغلط فيا يا اختي ويهزقني ويشتمني ويلعن سلسفيل وسلسفيل اهلي، تعبانة يا اختي معاه، زعلانة اوي يا اختي، وخايفة اقول لبابا وماما يطلقوني مني يا اختي. انا معايا العيال الصغير ده وانا مش عارفة اعمل ايه يا اختي، انا محتارة اوي وخايفة اقول لبابا وماما يزعلوا. لا يا اختي يا حبيبتي، لازم بابا وماما يشوفوا حل معاه ويقفوا في وشه بقى ويعرف معاهم ويقف قدامهم كده ويشوف ويقف ويربوه بقى ويشوف ايه موضوع الغلط اللي بيغلطوا معاكي يا اختي. هو انت تعيشي مع الوضع ده على طول؟ لا طبعا يا اختي، لا اتطلقتي ايه يعني ما تتطلقي؟ هو انت تعيشي مع واحد بيهزق فيك ويقلب بنتك وبيغلط فيك ومش قادر على مصاريفك يا اختي؟ ده اللي ناقص. ده انت كنت دلعتني يا بنتي في البيت، كنت بتطلبي الطعم احسن طعم وطعم شيك وبتشتريه بأغلى غالي يا أختي. لا يا أختي، وانتي تقعدي بكرامتك في بيت أهلك أحسن، وبيت أهلك وبيجيبولك كل طلباتك مجابة من غير أي كلام ولا غلط فيكي. هو انتي تفضلي طول عمرك عايشة معاه بالطريقة دي؟ شايفة كده يا أختي إن أنا هتطلق منه؟ انتي مش عارفة كلام الناس يا أختي وكلامهم ولسانهم اللي ما بيسكتش عن بني آدم يا أختي. ده نسيت الناس يا أختي ما بتبطلش كلام عن الناس وتتطلقت ليه؟ أكيد وحشة عشان كده طلعها، أكيد ما عملتها وحشة عشان اتطلقت، أكيد عملت حاجة غلط عشان كده طلقها ورماها هي وابنها. ولا انتي مش واخدة بالك يا أختي المجتمع اللي احنا فيه؟ انتي مالك ومال كلام الناس يا أختي يا حبيبتي؟ سيبك من كلام الناس، اللي هيتبع كلام الناس هتوديه في داهية الناس دي وكلامها وألسنتها. انتي شايفة مصلحتك يا أختي، مالكيش دعوة بالناس. طالما إنسان مش مرتاحة معاه ومش عايشة عيشة كويسة معاه، مش متهنية في عيشتك يا أختي، وعيشتك نكد على طول وتعبك على طول ومغلبك وبيمد ايد عليك وبيضربك ويبهدلك ويغلبك، بلاش منها عايشة يا أختي، وقعدي ببيت أهلك معززة مكرمة أحسن. عندك حق يا أختي في كل الكلام اللي قلتيه، أنا لازم أفكر في مصلحتي أولا قبل الناس. وابن الغلبان ده المسكين اللي ملوش غيري طلع ليه أب بالشكل ده وبالطريقة دي وبالطريقة الوحشية اللي بيتكلم بيها، معاملته الوحشة ومعاملته بيئة وطريقته وحشة خالص يا أختي. مشفتيش ولا مرة قاعد يلعب الولا ويقول له انت عايز ايه واجيب لك ايه يا حبيبي ولا اي حاجة؟ حسسني زي ما اكون مش ابنه خالص، زي ما اكون ابن حد تاني، زي ما اكون انا مش مراته خالص يا أختي ولا يعرفني. بيعملني معاملة وحشة خالص يا أختي، معاملة زبالة، معاملة بطريقة وحشة خالص. لا يا أختي، أنا لازم أشوف حل معاه. وان بابا وماما قالوا وانا امشي معاه يطلقوني، اقول لهم ماشي اللي انتوا شايفينه، طبعا شايفين راحتي وشايفين مستقبلي فين، شايفين حياتي ازاي هتتبني، شايفين حياتي هتمشي. وانا اختي ليه متغيرة وشها مصفر كده وعمالة تخس، وما بيش اختي بتاعت زمان دلوعة الحلوة الشرح المرحة كده ومبسوطة بتضحك وبتتنطط وبتزقطط كده زي زمان. درتي يا أختي وشك دبلان خالص ومتغيرة من عملته معاكي ومعاملته الزبالة. ده انت كتر خيرك يا أختي، كل ده كاتماه في قلبك وساكتة يا أختي، وأنا كل مرة أجي أقولك مالك يا أختي مش عايزة تحكي لي خالص وزعلانة عليك، وأنا أقول يا ترى مالها أختي، أقول لماما وبابا على اللي بيشوفوا من أختي وشوفها اللي هي اتغيرت ودبلت خالص عن الأول، أقول لها يا بنتي ما تقولي لهمش وتشغليهم. أقدري كان قلبي حاسس يا أختي يا حبيبتي إن انت تعبانة مع الإنسان ده، مش مرتاحة معاه خالص. لا أعمل يا أختي دلوقتي، أعمل إيه؟ أطلع منه أحسن وأشوف له وظيفة أتوظفها وأعيش منها ابن أحسن عيشة وأربي أحسن تربية.
بعيد عن الإنسان الزبالة المعفن ده اللي تعبني في حياتي، وأقدر أصرف على نفسي وعلى ابني وأربيه تربية أحسن. مش هفكر في أي راجل تاني يا أختي غير في حياتي وفي ابني بس، وأحسن الناس. بس ده اللي أفكر فيه يا أختي، مش هفكر في أي حاجة تاني. ملياش حد غيري يا أختي. تشتغلي يا أختي طول ما احنا موجودين، متشتغليش خالص يا حبيبتي طول ما احنا موجودين خالص أبدا. مين اللي خليكي تشتغل طول ما أنا موجودة وأخوك وباباك موجود وأخوك الكبير موجود ومامتك موجودة؟ مش هنخليكي تشتغلي يا أختي وتتبهدلي خالص.